السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي. أختك هناء بتسلم عليكم، بتقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. دي أكلة مختلفة عن الأكلات اللي إحنا متعودين عليها. ده عيش سوري. العيش السوري يعني أنا اشتريته مرة من السوق نص كيلو، بصراحة مش أنا اللي عاملاه، أنا اشتريته جاهز وحطيته في الفريزر وبعدين افتكرته. طيب أعمل له إيه؟ برضو عملت له شوحت له ربع كيلو شاورما، غسلتها حلو وشوحتها، حطيت لها بابريكا، حطيت لها فلفل الوان. ده جزء انا عملته زي الرقاق العادي. ادي دوت الحشو من جوه، يعتبر ورقتين كده اتبقوا، رحت ايه عاملاهم زي صينيه رقاق. هنا انا عملتهم سندوتشات كده. شبعته بالسمنه من على الوش. ما رضيتش اسقيه، المفروض احط له كوبايه لبن كده يعني. زي الرقاق، زي الرقاق، وتسويه في الفرن عادي. طبعا انا ضفت على الفراخ، ضفت لها جبنه تركي، ضفت لها زيتون مع ال آه، الحشو بتاعها اللي هو الفراخ بمعنى اصح. لما تبلتها وشوحتها عصقتها زيها زي اي حاجه. تمام. المهم ان انت بتعمليها سندوتشات كده. لما بتستوي ان شاء الله بتقدميها في طبق. بتبقى مختلفه، بتبقى طعمها حلو. يعني على الاقل كانهم كانوا في مطعم واكلوا باذن الله مع حبه شيبسي او بطاطس محمره. الف هنا. كانت معاك اختك هنا ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.